قال رجل ضرب ابنته وهجرته ابنته 7 سنوات، ما نصيحتك؟ نصيحتنا أن لا تهجره، هو أبوها وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذه في المشركين من الآباء، فلا يجوز هجر الأبوين، كاد إجماع من أهل العلم لا يجوز هجر الأبوين. أما غيرهم فكما تعلمون تفصيل في هذه. أما الأبوان فلا يجوز هجرهما، ولو فعل فيك ما فعل اصبر عليه، اصبر عليه، واهجر الباطل إذا كان هو على باطل اهجر باطله. أما تهجره لا سلام لا كلام، مقاطعة تامة. أي ابن أنت عاق لأبيك. فإذا ضربك فهو أبوك يا أخي، إذا ضربك فهو أبوك، أهانك فهو أبوك. من أنت؟ هو له الفضل عليك بعد الله في إيجادك، كيف تجحفه تجحد ما بذله لك من الخير والمعروف؟ هذا لئيم، هذا الابن الذي يهجر أباه ابن لئيم. الأب ما يهجر، أب يصبر عليه، ولو فعل ما فعل يصبر عليه. وهو سترى نتائج الصبر مع الأيام، والله سترى نتائج الصبر مع الأيام بإذن الله. يقول نحن نجفوه وهو ما شاء الله صابر علينا، مع الأيام سيعرف معروفك. أما تهجره سيزداد حنقا عليك وعرامة عليك. فإذا نصبر على بعضنا البعض، هذا أحسن على الآباء. فهذا عجيب أنها تهجر والدها نحو 7 سنوات. ننصحها بترك الهجر في أسرع ما يكون، وأن ترجع إلى أبيها وتعتذر منه عن الهجر الذي مضت منه هذه السنوات، تعتذر في أسرع وقت. إذا ماتت عاصية لله سبحانه وتعالى.